احنا النهارده هنتكلم عن شخص العالم كله اجتمع على جنونه، لدرجة انه كان بيحن على الحيوانات وهو اصلا قاتل 60 مليون بني ادم، وجنونه ده قدر يحتل 11 دولة منهم احتلال كلي والاخر جزء. ياما اترفد من معهد الرسم ويا ريتهم يبلوه، ده خلاها سواد على الكل. يا تبقى سواد على الكل. فلو عرفت الشخصية دي اكتب لنا في التعليقات، ولو ما عرفتش لا سمح الله اخوك العبقري موجود علشان يوصل لك المعلومة. امال انا ايه دور يا صديقي العسل يا خلبوس انت؟ فلو ما عملتش اللايك والاشتراك انزل اعملهم دلوقتي وخلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. هتلر، ايوه صح، ده موضوع حلقتنا النهارده. المهم هتلر اتولد يوم 20 ابريل سنه 1889 في النمسا. صح يا صديقي، هتلر كان نمساوي. والده كان اسمه ألويس، كان موظف جمركي بس كان على وش المعاش لانه وقتها كان عنده 52 سنه. والدة هتلر اللي كان اسمها كلارا كان عندها 28 سنه، يعني لسه شابه وراحت تتجوز لي جده ده. الست كلارا دي شكلها كانت ماشيه بمبدا قالوا لي اللي جابك على المر، قلت اللي امر منه. المهم هتلر كان ميت قبله 3 اخوات، وده اللي خلى كلارا امه تتعلق بيه جدا. لكن يا عيني الواد وهو صغير كان بيعاني من ازمات رب، صدره كان ضعيف. لكن الواد بسم الله ما شاء الله في المدرسه ممتاز جدا، وكان بيعشق حاجه اسمها الرسم. وخلي بالك بيعشق الرسم، هنحتاجها بعدين. دي مره عادي جدا كتب في دفتره انه لما يكبر هيبقى فنان كبير، فابوه لما شافها اتريق عليه جدا عادي يعني زي اغلب الاباء، وقال له انت اخرك موظف ولا اجري يلا على مذاكرتك يلا. وابوه يا صديقي مات سنه 1903. السر ما بينه وما بينك هتلر كان فرحان. ايوه فعلا يا صديقي، هتلر كان فرحان لانه اخيرا خلص من سلطه ابوه. بس اللي ما كانش كويس بالنسبه لهتلر ان بعد 4 سنين من وفاه والده امه اصيبت بالسرطان، عافانا الله وعافاكم، وتوفت سنه 1907. وهتلر يعني كان منصدم جدا، واللي كان بيعالجها وقت مرضها كان دكتور يهودي اسمه ادوارد بلوخ. المفارقه هتلر كان بيحبه جدا وكان بيعتبره شريف، وطلعش شريف يا صديقي. عمر ما في يهودي هتلاقيه طلع شريف، ما اظنش انك هتلاقيه كده، استحاله والله. هتلر بعد ما والده ووالدته ماتوا الله يرحمهم راح فيينا وقعد هناك وقدم في اكاديميه الفنون الجميله، بس يا ريتهم يقبلوه يا صديقي، برضه زي ما قلت لك ده خلاها سواد على الكل. ده راجل غير مجرى التاريخ كله. بس المهم هتلر وهو كان في فيينا كان عايش مشرد لانه ما يعرفش اي حد هناك. اوقات كان بينام في مساكن الفقراء، واوقات كان بينام في الشوارع، وكان بياكل اي حاجه يلاقيها في وشه واللي يجيبه ربنا كويس. وكان بيكسب ربح بسيط جدا من رسم بطاقات بريديه ومباني معماريه، وكان طول الوقت بيقرا بشكل مهووس زي كده كتب بقى عن القوميه الالمانيه، مجالات معاديه لليهود. طب بيقرا ليه مجالات معاديه لليهود؟ صح نسيت اقول لك، هتلر لما كان بيبيع الرسم في فيينا كان في راجل يهودي بيشتري منه الرسم ده بسعر رمزي، ويروح يبيعه المعارض باسعار ضخمه جدا. عمنا هتلر شاف وعرف كده انه اتاخد على قفاه. كمان لما قلت لك ان والدته كانت بتتعالج تحت دكتور يهودي اسمه ادوارد بلوخ، دكتور اليهودي اللي احنا لسه متكلمين عنه. هتلر بعدين اكتشف انه ما اهتمش بوالدته اساسا، وسابها يا عيني لحد ما ماتت من غير رعايه صحيه. ده اللي خلى هتلر يكره اليهود اكتر ما هم مكروهين. وهتلر في الوقت ده بدأ يكون صورة في دماغه ان الالمان هم انقى شعب، وان اليهود هم سبب مشاكل اوروبا. والله يا هتلر دول مش سبب مشاكل اوروبا بس، دول سبب مشاكل العالم كله والله. بالمناسبه يا صديقي، فيينا دي كان فيها ناس عظيمه زي تروتسكي وفرويد وستالين وجوزيف تيتو. ايوه صح، بتاع المحور الموازي لجسر السويس. المهم بلا افيهات بقى وخلينا نركز شويه في الموضوع. سنه 1913 ومع بدايات الحرب العالميه الاولى هتلر هرب من النمسا. طب ليه يا عم هتلر تهرب من النمسا، البلد اللي لجأت ليها واتولدت فيها؟ عشان ما كانش عايز يخدم في الجيش النمساوي. طب ليه؟ هو كان شايف ان النمسا مختلفه الاعراق. وهتلر مشي من النمسا وراح ميونخ وعاش هناك. ولما الحرب قامت سنه 1914 اتطوع هتلر للجيش الالماني، وكان وظيفته انه ينقل اوامر ورسائل. وده خلي بالك كان شغل خطير جدا، وهو بيأدي مهمات اتصاب مرتين، مره كانت في رجله والمره الثانيه اتصاب في عينه بسبب الغاز السام، بس عدت على خير. وحصل عمنا هتلر على وسام الشجاعه مرتين. وفي سنه 1918 ومع نهايه الحرب العالميه الاولى تقوم ثوره في المانيا اجبرت الامبراطور الالماني عن التخلي عن عرشه والهروب لهولندا، وانتهت الحرب بخساره المانيا. وهتلر يا حبه عيني كان منهار جدا لانه كان شايف ان المانيا قويه جدا، ازاي بقى خسرت يا عيني يا ابني. وهنا بقى بدأ يصدق فكره طعنه في الظهر اللي بتقول ان اليهود واليساريين خانوا البلد وقت الحرب. وبعد الثوره اللي احنا اتكلمنا عليها ابتدى ظهور الاحزاب، كانوا بينشروا افكارهم في البراء، وكان في بعض السلطات كانت عايزه تخترق الجماعات دول
علشان تعرف ايه طريقة تفكيره. سنة 1919 وبعد توقيع معاهدة فيرساي ألزمت ألمانيا بدفع تعويضات ضخمة للحلفاء بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى. في نفس السنة دي هتلر كان شغال في الجيش مع المخبرين دول، فراح أحد البارات للتجسس على أحد الأحزاب اليمينية وهو حزب العمال النازي، فهتلر يسمع لكلامهم ومناقشاتهم فيعجب بكلامهم قوي عن خيانة الأحزاب للجيش الألماني ودور اليهود في هزيمة الألمان، وهو هتلر نفسه كان شايف كده، فانضم ليهم في نفس اليوم وبدأ يخطب. لا، بدأ يخطب اللي هو يتكلم، مش يخطب شبكة لا مفيش الكلام ده، بدأ يخطب يتكلم. بس هتلر ايه بقى، ما يتوسطش في حته الخطابه دي، راجل بسم الله ما شاء الله خطيب مفوض سبحان الله. الناس اللي راح عشان يتجسس عليهم اعجب بكلامهم وهم اعجبوا بيه وانضم ليهم في نفس اليوم، اصبح واحد من نجوم هذا التنظيم. بعد كده تحول لحزب العمال الاشتراكي او ما يعرف بالحزب النازي. الحزب كانت اهدافه بسيطه جدا، هنبطل ندفع فلوس التعويضات بتاعه الحرب العالميه الاولى وهناخد الارض اللي اتاخدت مننا غصب. الحزب بقى ضد الشيوعيه وضد الراسماليه وضد اليهوديه وضد العالم كله تقريبا، يعني انا مش عارف هو مع مين، هو ضد الشيوعيه والراسماليه واليهود والعالم كله. وسنة 1923 ظهرت الفرصة قدام هتلر للاستيلاء على الحكم. ألمانيا مش لاقية فلوس تدفع التعويضات، فالحكومة قررت تطبع فلوس، فالفلوس تزيد من غير أي زيادة في الإنتاج، فالأسعار تبدأ تزيد، فهتلر بقى دخل لهم من الناحية دي. لكن للأسف الخطة فشلت واتقبض عليه وحكموا عليه 5 سنين، لكن ما تقلقش عليه يعني، خرج بعد 9 شهور علشان حسن سير وسلوك. وقال لهم أنا كانت يعني نيتي صافية. احنا عارفين هتلر الراجل عمره ما كده. في السجن كتب كتابه كفاحي لاكتر من 700 صفحه ممله بالتفصيل واسمعني انا بقول لك، بس هنعمل ايه، سايبهولك برضو في المصادر لو حبيت ترجع تقراه، ليك حريه الاختيار. اظن بعد اللي انا قلته ده انت ولا هتبحث عليه اساسا. هتلر يا صديقي فضل يحاول ويحاول لغايه ما فعلا ابن الذين وصل للسلطه، ما بيهمتش الا لما يوصل لها. في سنة 1933 لما هتلر بقى الرئيس عمل الآتي، هو حرق البرلمان واتهم الشيوعيين، منع كل الأحزاب ما عدا طبعا الحزب النازي، وأنشأ الجستابو ومعسكرات الاعتقال، وكان بيكره جدا اليهود لدرجة إن في قوانين نورنبرغ اللي اتعملت سنة 1935 بتمنع أي يهودي يتجوز من الألمان، ليكوا انتوا كده أقلية خليكوا كده. كمان عمل مشاريع ضخمة زي الاوتوبان اللي هي الطرق السريعة، وشجع صناعة فولكس فاجن سيارة الشعب. وفي نفس السنة يا صديقي هتلر كان بيجهز جيش قوي جدا، كان الواحد أول ما يتم 16 سنة على طول على الجيش، كون جيش عظيم جدا لدرجة إنه وصل ل1,200,000 جندي. واو، ده غير بقى الدبابات الطيارات. صح نسيت أقول لك يا صديقي، هتلر كان ديكتاتوري، حول ألمانيا من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وطبعا كلنا عارفين ده. وهتلر عمل كل الجيش العظيم ده علشان يخش بيهم تاني أعظم حرب في التاريخ. فإيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله الحلقة القادمة في بارت 2. لازم أشوقك يا صديقي، ما لو أنا اللي ما شوقتكش مين اللي هيشوقك؟ ليه؟ بس يا صديقي دي نهاية الحلقة، فما تنساش بقى اللايك والاشتراك واعمل فعل زرار الجرس. وفي ناس كتير قوي بتتفرج علينا مش مشترك، طب ايه يا معلم؟ انزل اشترك دلوقتي، صح ولا ايه؟ ماشي يا صديقي، اشوفك على خير، اوعى تنسى. سلام.